السلام عليكم، معاكم صبري فتحي صلى على النبي ويلا بينا. ما الحكم إذا سرق ذمي من بيت مال المسلمين؟ احنا قلنا بقى أي ذمة يسرق الحكم إيه؟ يقطع. ولا نظر إلى إنفاق بما عليه عند الحاجة، وراجل محتاج ياكل يعمل فعادي. طب لا نظر ليه الإنفاق بما عليه؟ قال لك لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان هيرجع فلوسه تاني. كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية لأنه تبع المسلمين. من حيث ان هو مستوطن في البلد يا استاذ مش مختص بالمسلمين، ليس من ضمنهم يعني. وده كله شرحناه في اللي فات يعني. صعب الكلام؟ لا مش فما الحكم مش إذ صعب. انت وفرت شروط السرقه وما الدليل؟ دلوقتي خلاص بقى مم. راجل سرق ولا بالنسبه للمسلمين يعني، بص وافق شروط 10 كلهم وسرق، خلاص يقطع. تقطع يد السارق، تقطع يد الايه؟ السارق. قال تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. تقطع يد السارق يا استاذ. طب لو سرق تاني نقطع كف رجله الشمال. طب لو سرق تالت نقطع كف ايده الشمال. ولو رابع رجله اليمين تتقطع. افرض خلاص سرقة خامس بقى. خلاص يبقى هو العقل المدبر للحرامية سرق خامس اهو. هو العقل المدبر بقى ليهم، ما عرفش حاجة عنه تتقطع. خلاص قيل يعذر وقيل يقتل. ده كله مش عليك بس توضيح بس. صعب الكلام؟ من المنوط بإقامة الحد؟ مين بقى اللي يقوم الحد يا أستاذ؟ ولي الأمر أو منوب عنه من القضاة يعني. الوالي يعني أو القضاة. وصلت؟ أكيد. فيختص بتقريره وعقوبته دون غيره من ايه؟ من الناس. هو اللي يقوم الحد يعني. هذا هو المنوط بإقامة ايه؟ الحد. بص بس سيدي، اللي فات السرقة معروف، انا عارف يعني سرقة يا مستر او كده. في حاجة عندي انا عندي، بص هنفتح بس السبورة ونوضح الامور دي على السبورة. انا عندي حاجة اسمها سرقة، والسرقة اهم حاجة فيها اخذ المال ايه؟ خفية، صح؟ تاخدها كده ايه؟ من غير ما حد يعرف، صح كده؟ دي السرقة. لا سرقة. عندي تاني حاجة المختلس. ركز معايا بقى. اصل خلي المختلس بلون تاني عشان هم لهم حكم لوحدهم. مين هو المختلس ده؟ المختلس ده مثلا ايه؟ واحد عنده شركة شغال عنده موظفين، والموظف ده اول ما راح الشركة طبعا ايه؟ بياناته كلها في الشركة، صح ولا لا؟ صح. بياناته كلها ومعروف للشركة وصاحب الشركة. فاساسي هو معروف لصاحب الشركة، ده المختلس. جه في يوم راح يصرف شيك من البنك، فالموظف وراح يصرف الشيك طمع في الفلوس وخدها وهرب يا عم الحاج، سرق الفلوس دي. ده المختلس. ده الايه؟ ده المختلف. اذا فالمختلس ده هو من يا استاذ؟ هو من يتعمد الهرب. خلي بالك، من غير غلب. هو رفع سلاح على حد؟ لا. طيب شال سكينه قدام حد ولا سرقه كده ولا حاجه؟ لا. مع معاينه المالك، المالك مش هو عارفه أيوة. وبياناته كلها عنده في الشركه. أيوة. بالظبط كده. يبقى انت عندك المختلس حاجتين: يتعمد الهرب بس ما فيش غلبه ولا سلاح، وفي نفس الوقت معروف للمالك. صعب الكلام؟ صاحبك سايكو. تعالى بقى لمين؟ للمنتهب. المنتهب. المنتهب ده بص يا سيدي، واحد وقفك في الشارع مثلا يعني، بياخد منك الفلوس ورافع عليك السلاح، يعني في قوة وفي غلبة عيانا كده قدام الناس، ماشي؟ وطلع ده الفلوس اللي في جيبك يد وطلعها خدها منك. ده نهبك، سرقك، نهبك كده بس عيانا وفي غلبة، معاه سلاح وماسكه. هو ده المنتهب. فقال لك والمنتهب هو من ياخذ المال عيانا قدام الناس معتمدا على القوه بتاعته والغلبه، معاه سلاح او مسدس او كده يعني. صعبه. اما الخائن مين؟ ممكن الوديعه والعري. الوديعه يعني الوديعه انا دلوقتي انت جاري دلوقتي او واحد بقى تمنك يعني، وصلت كده؟ وانا رايح مثلا حج وارجع،
ومحدش في البيت ومعايا شويه ذهب او فلوس او كده، رحت جايب لك الفلوس دي والذهب دي تخليه عندك يا عم الحاج لحد ما ارجع من الصف، فانت خدتهم مني، دي الوديعه. لما رجعت من الحج يا باشا، لا تقول قلت لك يا عم هات يا عم الذهب بتاعه كده، قلت لي لا في ذهب ولا في اي حاجه، ما خدتش منك حاجه، يبقى انت كده خنت الامانه وخنت الايه الوديعه، انت اجرت الوديعه. وصلت؟ اما العاريه، انت دلوقتي جاي انا باجر عربيات، فانت جيت اجرت مني عربيه وهجي لك يا باشا بكره ان شاء الله، هجي لك بكره عربيه، تمام. فانت عدى بكره وتاني يوم وتالت يوم جيت لك يا عم الحاج في عربيه، انا ما خدتش منك يا عم عربيات، فانت انكرت العاريه دلوقتي. انت انكرت ليه العاريه؟ وصلت؟ يعني المختلس والمنتهب والخائن كلهم سرقوك، بس خلي بالك التلاتة لا قطع فيهم، لا قطع ايه فيهم. أخطأ فيه. انما السرقه بقى لوحدها كده، اخذ المال خفيه او خفيه، ده اللي هنا في قاطع في الموضوع. طب ليه يا مستر؟ قال لك تعالى، قال لك ولكن يقوم ولي الامر او من يبعى عنه من القضاء، يعني من القضاء بتعزيرهم، يعني تدول نسيبهم يمشوا؟ لا، هيعذروا بقى، ضرب بقى، سجن بقى، فاهم قصدي ايه؟ تمام، بما يرضعهم ويرجعهم من عقوبات بقى زي الحبس او التغريم او غيرها. بس خلي بالك وجب عليهم رد ما اخذوه من المال الى صاحبه ان كان باقيا، يعني الباقي المال لسه موجود يرجع لصاحبه. طب لو كان متلوف انتلف بقى، اتصرف، راح في حته، يضمنوا بالبدل، شوف قيمته ايه ويرجعوا لصاحب الحاجه اللي سرقها مني يا جماعه. وصلت؟ احنا مش هنسيبهم، بس يعذروا، يتسجنوا بقى، يتغرموا، وفي نفس الوقت وجب عليهم رد ما اخذوه من المال لو كان باقي. طب لو كان تلف المال ده ما عادش موجود، يضمنوا بدله. ليه؟ جبرا لما فات، لحديث النبي ليس على المختلس والمتاب والخان ايه قاطع. فاهم الفكره؟ طالما النبي قال في حديث صحيح يبقى انا عندي المختلس والمتاب والخان يا مستر لا قاطع، ده اول حكم. اتنين، بص اكتب كده يعذروا. استنى اكتب لك عشان يبقى انت ايه، افتكر بالاحكام دي، في تعزير، تمام، ده رقم اتنين. تلاتة، وجب رد ما اخذوه. تلات كلمات كده اكتبهم جنب بعض، جنب الايه، جنب الجماعه دول، اكتب فيها كده عله جبرا لما فات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخصوص متاب والخان ايه قاطع. صعب الكلام؟ تمام. هتقول لي يا مستر اشمعنى ما فيش قطع هنا بقى؟ اقول لك تعالى، اشمعنى كان في قطع في السارق وقطع ما فيش قطع في التدول؟ قال لك ان السارق دهوت دلوقتي السارق هياخذ المال خفيه، صح؟ ولا يتاتى منعه. الراجل هيخش يسرقك من بيتك، هيقعد يقلب ويعمل وانت مش هتعرف تمنعه، لانك ما تعرفش هو اصلا يجي لك امتى اصلا. انت هتعرف تمسكه؟ لا، مش هتعرف تمسكه ولا هتعرف تمنعه، لا هتعرف تمسكه ولا هتعرف ايه تمنعه. يبقى انت عندك خفيه في المال، ماشي، وعندك لا يتاتى منعه، يعني انت مش هتقدر عليه، مش هتقدر تمنعه من السرقه، فشرع القطع زجرا لهذا الايه السارق. وصلت؟ اما هؤلاء قصدوا على مين؟ قصدوا على المختلس والمنتهب والخائن، يقصدونه غالبا وعيانا، يعني شايفينه عارفينه، احنا عارفين مين المنتهب وعارفين مين اللي غاب لك العربيه وعارفين مين صاحب الشركه ومين اللي سرقه، كل ده عارفينه، صح؟ فيمكن يمنعهم. مين اللي يمنعه؟ السلطان، الوالي، غيره، او يمنعهم او غيره يمنعهم، صح ولا لا؟ فدول معروفين عيانا بيانا كده قدامنا كده عارفينهم، فنقدر نمنعهم من السلطان بقى والشرطه ايا كان. انما الحرام ده نقدر نمنعه؟ لا، لانه جاي لك ايه في الدره. وصلك كده؟ فما الفرق بين السارق والمختلس والمنتهب؟ او لماذا كان السارق تقطع يده بينما المختلس وغيره لا يقطع يده؟ مثل ايه؟ لان عندك علتين، الخفيه او الخفيه يا استاذ، الخفيه، في خفيه في السرقه. اتنين، لا يتاتى منعه. اما هؤلاء ما فيش خفيه، بل بيقصدونك ويسرقوك ايه عيانا، ادي واحده، ويمكن منعهم بالسلطان، دي رقم اتنين. كنا واقفين يا مستر عند ما تثبت به السرقه. هو نسبة السرقة على الذي سرق ازاي؟ يا اما هو اقر بذلك يا اما البينة. يبقى تثبت السرقة بالاقرار او الايه او البينة، تمام كده؟ دي نقطة. والبينة عن الشهادة ويشهد فيها رجلين.
طيب بيتكلم المستر بعد كده، فلما يثبت القطع بالإقرار؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى بالإقرار؟ عايز أقول لك كده يعني. قال لك على فكرة ده مهم، على فكرة جه مرة في الامتحان. لما يثبت القطع بإقرار السارق؟ فقال يثبت القطع. هو ايه ده؟ لا مؤاخذة. قال لك مؤاخذة له بقوله. يعني ايه مؤاخذة له بقوله؟ مش هو اعترف ان هو سرق؟ اعترف، خلاص يؤاخذ بقول ده، يعني يتحاسب علشان اعترف. وصلت؟ يبقى دي العلة. طب يقول لك في الامتحان وهل يشترط هنا في سين يعني تكرار الإقرار؟ طبعا لا يشترط، دي إجابتك. يبقى هل يشترط؟ لا يشترط. طب ليه؟ علل. كما في سائر الحقوق، زي موضوع مثلا الخمر والزنا وهكذا. كما في سائر الحقوق. يبقى يا أستاذ يثبت القاطع بإقرار السارق؟ طبعا يثبت، الحكم يثبت عادي. طب ليه؟ مؤاخذة له بقولي، يتجاز على اللي هو قاله واعترف بيه. طب وهل يشترط التكرار؟ لا يشترط التكرار. ليه؟ كما في سائر الحقوق. بس خلي بالك بقى، في نقطة مهمة هنا بقى اللي بشرحها دلوقتي. النقطة التانية، ما الذي يشترط في الإقرار؟ هو دلوقتي ما يجيش اترفع عليه قضية في هو ده راح سرق من الشركة أو سرق بيت. هو سرق بيت دلوقتي، وصاحب البيت ما عرفش إن بيته اتسرق، فلسه ما عملش إيه؟ ما رفعش قضية. فالحرامي ندم، وقبل ما الراجل يروح يقدم قضية على في الاسم، الحرامي ندم وراح إيه؟ أقر قبل الدعوة. يا جماعة أنا سرقت من فلان من فلان، وأنا بعترف بذنب اهوت وأنا ندمان. تمام كده؟ يبقى ده هنا بقى إيه؟ لم يثبت القطع، مفيش قطع هنا، لأنه إيه؟ أقر قبل الدعوة. يبقى أنا عندي شروط الإقرار بالسرقة شرطين: أن يكون بعد الدعوة مش قبل الدعوة. يعني بعد ما اترفعت عليه القضية الأول، ده الإقرار. وصلت كده؟ يبقى قبل الدعوة لا يثبت القاطع. طب بعد الدعوة اللي هي القضية اترفعت عليه، لو هو بقى أقر بعد الدعوة اتقبض عليه يعني، يبقى يثبت الإيه؟ يثبت القطع عادي جدا يا أستاذ. وأن يفصل الإقرار. تفصيل الإقرار يعني إيه؟ ده الشرط التاني. سرق مين؟ سرق قد إيه؟ فاهم قصدي إيه؟ ممكن ما يكونش يوصل للنصاب، ممكن يكون شبه ملك في السرقة، فلوس مثلا أو كده، هو مفكر إن دي سرقة مثلا. فاهم قصدي إيه؟ فهنا بقى لازم يفصل إقرار لعدم وجود الشبهة بقى، عشان ينفي شبهة الإيه؟ السرقة، ويكون بعد الدعوة. صعب الكلام؟ فما الحكم لو أقر قبل الدعوة، قبل ما ترفع القضية؟ قال لك لم يثبت القطع في الحال، بل يوقف على حضور الملك وطلبه. نجيب الملك يا عم الحاج شو عايز ايه. يبقى بعد الدعوة يثبت، قبل الدعوة لم يثبت القطع. والتفصيل يا أستاذ، التفصيل يعني ايه؟ يبين السرقة. سرق ايه يعني؟ المسروق منه يعني ممكن يكون أصله، ممكن يكون أبوه، ممكن يكون ابنه، ممكن يكون فرعه. ده المسروق. لك سرقت من كذا سرقت مين يا عم الحاج؟ ما يمكن سرق أبوه، فمش قطع أصلا في الموضوع. وقدر المسروق ممكن يكون لم يبلغ النصاب لسه، لازم يبين كل ده. والحرز بتعيين أو وصف، ما ممكن يكون سرق الذهب من تحت المخدة، فده مش حرز يعتبر، ما فيش قطع. وصل كده لحد هنا؟ يبقى معنى أن يفصل يذكر كل ذلك، يبين السرقة اللي سرقها، سرق من مين وقد إيه، من حرز ولا لأ. بخلاف، ما معنى بخلاف هنا؟ بخلاف إن هو ما بينش أي حاجة من اللي فات ده،
لا بين حرز ولا قدر، فهذا إذا لم يبين ذلك هنكتب هنا يا مستر فلا قاطع. فلا قاطع، بخلاف اهو ممكن تسرق ابوه او شريكه. ليه؟ لانه ممكن يكون مفكر ويظن ان اللي سرق دي السرقه ديت ايه؟ توجب القطع، مع انها سرقه لا توجب القطع، لانه قد يظن غير السرقه الموجبه للقطع سرقه الموجبه له القطع. يعني فكر السرقه اللي هي اصلا ما توجبش القطع هي سرقه توجب القطع، ممكن يكون مفكر كده. يبقى خلاصه ما قيل السطر الاولاني ده كله لحد كلمه بخلاف، لو بين كل ده بعد تفصيل يقطع عادي، بخلاف ان هو اذا لم يبين فلا قطع يا استاذ، لان ممكن يظن ان السرقه التي غير موجبه للقطع، السرقه دي اصلا ما فيش فيها قطع اصلا، يفكر ان هي تكون ايه؟ موجبه ايه؟ للقطع. تمام كده. هو دلوقتي راح اعترف واقر بالسرقه يا استاذ. افرض ان هو عرف بقى ان هو ايده هتقطع ومش عارف ايه، والراجل جه وقت الجد بقى لك لا يا جماعه ما حصلش حاجه انا ما سرقتش، لا فرجع عن اقراره بالسرقه، فهل يقبل رجوع ده ام لا؟ قال لك يقبل عادي، يقبل رجوع عن اقرار بالسرقه بالنسبه الى القطع ولو في اثناء، يعني او وهو دخل على القطع كده لا يا جماعه شاف السكين او شاف البتاع خلاص يقبل رجوع. طب هو مثلا ايه؟ قطع راجل، قطع حتى بالايديه، قطع حته صغيره كده وعوره وتنحس بالالم، قال لك لا 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 ما سرقتش، يقبل برضه ايه؟ يقبل رجوع. ليه؟ لانه حق الله ويجب عليه رد المال لصاحبه لانه حق العبد، فالقطع حق الله، حق الله عز وجل، واما المال يرجع لصاحبه بقى لانه حق العبد. فما الذي ينبغي على القاضي اذا اقر عنده بمقتضى عقوبه؟ بص يا سيدي، المساله ديت هنكتب جنبها انه ينبغي للقاضي ايه؟ التعريض في الاقرار. يعني ايه تعرف الاقرار؟ يعني الراجل جاي له حرام قال له انا سرقت كذا، فالقاضي بيقول له طب تعالى الحق بسرعه، تعالى اقطع الله ايديك يلا. لا، القاضي يقول له بقى طب يمكن ما سرقتش، ما يمكن بس ايه خدت مثلا كنت جعان وضروره وخدت حاجه بسيطه كده ده اسمه التعريض، يعني خليه يرجع عما يقر به. زي الزنا كده، يقول له انت يمكن ما بشرتش مباشره ايه حقيقيه مثلا، او مباشره كامله، ممكن يكون فيها خس لمست، او انت ممكن تكون في السرقه اخدت بغير حرز ولا حاجه، او النصاب ما بلغ، او في الشرب يمكن ما تعرفش تشرب ده خمره ولا حاجه، فده اسمه التعريض، ان يعرض له بالرجوع عما اقر به. يبقى ينبغي ويجب على القاضي ان يعرض له بالرجوع عما اقر به يا استاذ. طب ليه؟ ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن اقر عنده بالسرقه ما اخلك سرقت، يعني ما اظنش ان انت ايه؟ ان انت سرقت، ما اظنش ان انت سرقت. قال بلى، فاعاد عليه مرتين او ثلاث، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فقطع. فالنبي عرض له في الاول. والنبي قال لماعز لعلك قبلت يا ماعز او غمست او نظرت، ولا يعني هنا بقى ده كله اسمه تعريض. بس هل يجوز له القاضي يقول له ارجع عن قرارك ده؟ ارجع مثلا عن الزنا او السرقه او الخمر، ارجع؟ لا، ما ينفعش، ما ينفعش يأمره، ده سين. يبقى ولا يجوز ولا يقول له القاضي ارجع عن ايه؟ عن اقرارك. ليه؟ لانه هيكون امرا ساعه امر له بالايه؟ بالكذب. فالتعريض غير الامر، التعريض غير الامر. يعني يقول له مثلا ايه؟ لعلك كذا، ده يمكن انت ما عملتش، يمكن ما سالتش على حاجه بسيطه كده، يعني ده اسمه التعريض يا استاذ. فهذا الذي ينبغي القاضي في التعريض في الايه؟ في الاقرار، في الاقرار يا استاذ. نعم. طب ده كله كان في الاقرار، واما البينه الشهاده بقى يا مستر، قال لك تثبت السرقه بشهاده رجلين. مهمه برضو يا استاذ، كسائر العقوبات غير الزنا. طب يقول لك علل بشهاده رجلين ليه يا استاذ؟ كسائر العقوبات، باقي العقوبات كل العقوبات كلها ايه؟ شهاده رجلين. غير الزنا كان كام رجل؟ 4 رجال بالظبط كده. فتثبت شهاده رجلين ايه؟ كسائر العقوبات عادي جدا. طب ما الحكم لو شاهد رجل وامرأتان؟
لو شاهد رجل من قال لك يثبت المال ولا قطع. عارف انت يعني في ايات في القرآن زي آية الدين كده بتشهد بها النساء في الاموال، رجل وامرأتان تضل احداهما الاخرى فتذكر احداهما ليه الاخرى يعني. فانت عندك آية الدين فيها النساء بيشهدوا في الدين في الاموال، فالنساء تشهد في الاموال عادي. فهنا يا استاذ تثبت المال ولكن الحد لا مفيش قطع عليه. ليه؟ لنقصان البينه، عشان المرأة اللي شهدت هي اللي شهدت في الموضوع امرأة. وصل كده؟ فانا عندي يا مستر لو شهد رجل وامرأتان يثبت المال ولا قطع لنقصان البينه، لان النساء تشهد في الاموال عادي. طيب فما الذي يشترط في البينه في السرقه وما قياسه؟ بص يا سيدي، لازم اللي يجي يشهد الشاهد ده الرجلين لازم مالهم الشهود دول مالهم يكونوا ايه يا مستر؟ قال لك يكونوا يعرفوا الشروط ال10 بالكامل. فيشترط في البينة في السرقة إن الشاهد يكون عارف شروط السرقة الموجبة للقطع. زي الإقرار بالظبط، ما احنا قلنا في الإقرار هيفصل ويعمل ويسوي صح؟ ويقول كل حاجة. يبقى الشهود برضو ما يجيبش واحد يقول لك ايه ده هو سرق وخلاص ومشي، أنا شايفه بيسرق. طب أنت عارف إيه الشروط الموجبة للسرقة يا حبيبي للقطع؟ لا ما أعرفش حاجة، خلاص ما ينفعش. لازم يكون الشاهد اللي هيشهد دوت عارف الشروط ال10 الموجبة لإيه؟ لإيه؟ للقطع. بالظبط كده يا أستاذ. إن يكون السارق بالغ بقى وعاقل ويبلغ النصاب من حرز مثله، ما فيش بقى في الملك ولا مال المسروق وأن يكون مختارا، وأن يكون الشيء المسروق محترما، وأن يكون ملتزم بالأحكام، وأن يكون النصاب تام وتام. لازم يكون عارف الشروط ال10 يا أستاذ. طيب فما حكم رد السارق لمال المسروق؟ يجب يعني هو الفلوس اتاخدت ديت لازم وجب على السارق رد ما أخذه إن كان باقيا. كل حاجة خدها لازم ترجع. لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو افرض إن المال ده تلف أو مش موجود، خلاص يضمن بدله. شوف قيمته قد إيه ويضمنه. ليه؟ قال لك جبرا لما فات، فإن تلف يضمنه. ليه يا مستر؟ جبرا لما ايه؟ لما فات. صعب الكلام؟ لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة. لايك على الفيديو حاجة بسيطة منك ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.